وكان مأهملني، مع إن زي ما قلتلكوا ست حلوة وجميلة وما كنتش بأخر عنه حاجة، وكنت في بيتي رشيقة كده وحلوة ومتدلعة وفرفوشة وبحب الضحك والهزار. بس أعمل إيه؟ كان جوزي على طول كئيب كده، كان يجي من شغله ينام. وبصراحة أنا أول ما دخلت واتجوزت حملت في ابني على طول وخلفت. وبعد ما خلفت ابني بفترة وأنا الموضوع ده بدأ يضايقني قوي، وبدأت اللي نبعد عن جوزي ونتخانق وكترة المشاكل بيني وبينه. قلت له خلاص أنا زهقت من العيشة معاك، أنا الوضع ده معاش عاجبني وعايزة أتطلق. وبعد فترة من المشاكل بيني وبين جوزي اتطلقت ورجعت بيت أهلي. أنا بصراحة أبويا وأهلي ناس مبسوطة ومرتاحين ماديا، وحتى الشقة اللي كنت عايشة فيها ومتجوزة فيها كان أبويا هو اللي شاريها لي، يعني بتاعتي، يعني مش هحمل هم حد يصرف عليا. وعشت لوحدي أنا وابني، وقررت إن أنا أربي ابني أحسن تربية. وأقول معقول أنا هفضل كده من غير جواز ومن غير رجالة في حياتي؟ ده أنا هتبقى حياتي صعبة قوي. بس أعمل إيه؟ حظ وحش وبختي وحش كمان. وعشت حياتي وحيدة وربيت ابني لحد ما بقى شاب كبير يعتمد عليه. وبدأ ابني يخرج مع أصحابه ويروح يسهر مع أصحابه، وأنا الموضوع ده كان بيضايقني قوي، لأن بصراحة كنت بغير على ابني، بغير عليه قوي وبخاف عليه كمان. وبقيت أتخانق مع ابني وأقول له ما ينفعش الوضع ده، هو أنت كل يوم هتسهر بره لوش الفجر؟ قال لي هو في إيه يا أمي؟ أنا بحب أسهر مع أصحابي. قلت له أنا عندي حل، اللي يخليك ما تسهرش مع أصحابك ولا تغيب عني كل ده. قال لي حل إيه؟ قلت له بدل عايز تخرج مع أصحابك وتسهر معهم، هات أصحابك واسهروا هنا في البيت معاك، حتى لو قعدت الوش الصبح بس تبقوا قدام عينيا وشايفاهم وشايفة مين اللي بيسهر معاك. لقيت ابني اتخانق معايا ويقول لي انت بصراحة يا ماما بتبقى قاعدة في البيت كده براحتك واخدة راحتك وبحريتك، مش معقول يعني اجيب اصحاب اللي هم الشباب ويشوفوك في الوضع ده. ضحكت وقلت له ايه اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ معقول؟ ده اصحابك دول يعني في سنك، يعني ما يتخافش عليا منهم؟ وبعدين هما عندي زيك بالظبط، معقول يعني انت خايف عليا من اصحابك؟ قال لي ايوه، اصحابي دول شباب، وبعدين انتي حلوة، فانا خايف لو واحد من اصحابي يبص عليكي كده ولا كده، مش معقول هجيب اصحابي هنا. قلت له ما تقلقش، ساعة صحابك ما يكونوا هنا هلبس، مش هلبس يعني اللبس البيت اللي انا ببقى قاعدة فيه في الشقة واخدة راحتي فيه ده، هو هعمل لك كل اللي انت عايزه، من اول الحلو لحد الاكل والشرب اللي انت هتطلبوه مني، هعمل لكم كل حاجة، بس تجيب اصحابك وتقعدوا هنا وتسهر وقت ما انت عايز. لقيت ابني بعد ما حايلة معاه وبعد ما كانش موافق وافق، وقال لي بصراحة يا أمي في مشكلة تانية. قلت له قولي ايه هي المشكلة؟ قال لي بصراحة في واحد صاحبي هيجي معايا ويمكن يبات كمان. قلت له ماله؟ وايه المشكلة اللي عنده يعني في انه يبات في بيته؟ لقيته بيقول لي اصل قرايبه يعني واهله مسافرين لفترة وهو عايش لوحده في شقتهم، فهيجي يسهر معايا ويمكن يبات كمان. قلت له ماله؟ وايه المشكلة يا حبيبي، ما الشقة واسعة، ما يبات وانا هعمل لكم كل اللي انت عايزه. وفعلا جاب اصحابه وبدأوا يسهروا، وكمان بطلب لهم اكل من بره وكل اللي يحبوه بقيت اعمله لهم. وبقيت مبسوطة قوي ان هما وابني كمان ما بقاش يخرج كتير، بقى يجيب صحابه ويقعدوا في البيت وكمان مسليني. وكل اللي كان بيطلبه هو واصحابه كنت بعمله لهم، وبدأنا نسهر سوا مع بعض. وفتحت لهم التلفزيون
على فيلم حلو كده لزوم السهرة، وبدأت اللي أنا أجيب لهم عصاير وأكل، حتى الكيك اللي ابني كان بيحبه عملته لهم. بس بصراحة السهرة طولت، وأنا كنت حابة اللي أنا أخش يعني أوضتي، لأن كنت يعني محتاجة اللي أنا أخش أوضتي في الوقت ده. وسبتهم وقلت لهم أنا داخلة الأوضة بتاعتي بقى أريح شوية، وانتوا كملوا سهراتكم، وكل اللي هتحتاجوه حتى العصير اللي انتوا بتحبوها في التلاجة، والأكل والشرب عندكم. وسبت ابني وصحابه في الأوضة بيتفرجوا